مساء الخير أصدقاء واتس كورة، حلقة جديدة. عمرو وعلاء النهاردة جاي لكم بأحداث كتيرة جدا جدا. زي ما قلنا الأسبوع اللي فات، لو كل يوم هنطلع لكم، هنطلع كل يوم ب 100 قضية. ما شاء الله الرياضة المصرية مليانة 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 حواديت وأزمات وإثارة. يعني الدوري المصري فعلا قمة الإثارة. الحواديت عندنا كتير جدا جدا جدا، عندنا كواليس كتيرة جدا، بس للأسف كلها كواليس خارج الملعب. مساء الخير يا عمرو. مساء الخير. سعداء جدا اني معاكم من جماهير واتس كوره. طبعا زي ما قال علاء، كل يوم في قضايا، في مشاكل، في ازمات. الدوري المصري مليان مليان مليان. لكن كمان رغم كل الاثاره واللي بنسمعه في الدوري المصري، كلها مشاكل يا علاء. أيوة. ما بنسمعش عن ان الدوري المصري إثارة. بقى من افضل دوريات العالم، ما بقاش مثلا، لا، ما فيش مستوى عالي، لكن في مشاكل كتير، في ازمات كتير، في نقد وهجوم مضاد. مشاكل كتير جدا. هنتكلم عن مشاكل كتير وهنفتح قضايا كتير النهارده، بس نبدأ. منها التحكيم اللي هي قضيه علامه استفهام كبيره قوي. الأول هنبدأ طبعا بالحدث الأخير. صدمة لجمهور النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. صدمه، كلمه كبيره قوي، صدمه. ليه يا عمرو؟ من ساعتين تقريبا الموقع التذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر ذهاب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد، اللي هي الساعة 9 يوم الأحد. الناس كلها كانت طبعا منتظرة إن يكون الساعه كامله طبعا. الساعة كاملة، طبعا. 50,000 أو 55,000. يعني كانوا متوقعين أكتر من كده، لكن الحجز بدأ على 20,000 تذكرة بس يا عمرو. طبعا. يعني انا بكل اسف يعني مش موافق على اللي حصل ده. 20,000 طبعا رقم قليل جدا. دي مباراة نهائية، مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي. 20,000 عدد قليل. احنا يمكن جربنا في قبل نهائي كان عدد أكبر من كده. كانت 20,000 أنا شايف احنا عملنا قليل. 50 في الهلال السوداني، 52 في ماتش الرجاء المغربي. يعني لا، ده 20. رجعنا في ماتش الترجي كان العدد تقريبا 10,000 بس تقريبا. ماشي، ماتش الترجي ماشي، كان محسوم، كان محسوم فما كانش يعني. فيه مشكلة يعني. بالظبط. لكن ده ماتش نهائي ماتش مهم جدا. ونتيجة الذهاب هتأثر بشكل كبير جدا طبعا على ماتش العودة طبعا مؤكد يعني. طبعا. فبالتالي لا، أنا شايف إن العدد قليل جدا، يجب إعادة النظر في العدد ده. أنا شايف إن لو وصلنا ل50,000 يبقى ماشي، معقول، ممكن. لكن أقل من كده أنا شايف إن حرام. جمهور الأهلي لازم يفرح ولازم يحضر المباراة دي. فبالتالي لا، أنا يعني مع ان يكون في عدد كبير، مع 50,000 على الاقل. طبعا الجمهور يا دوبك اول ما فتح على طول باب الحجز، ال 20,000 تقريبا خلاص خلصوا، والناس تقريبا مصر كلها انتظار. يعني كل الناس انتظار دلوقتي. ف في تحركات دلوقتي. سمعت يعني وانا جاي كلمت مسؤولين في النادي الاهلي، قال لك ان في تحركات لسه مع الوزير، بيكلموا الوزير ان هم كانوا منتظرين ان باب حجز التذاكر هيتم فتحه على 50,000. الناس كلها كانت منتظره حكايه ال 50,000 دي. لكن اتفتح على 20,000، فبالتالي جمهور النادي الاهلي مش مصدق. يعني 20,000 ايه في استاد القاهره اللي بيشيل 76,000 او 75,000؟ يعني فقال لك على الاقل يبقى 50,000 يعني، والباقي يخش وكده. في كلام دي اتقال. فعلا صدمه، وصدمه كبيره جدا. عرفت بقى ليه بقول صدمه؟ لا، صدمه صدمه وصدمه كبيره جدا. محتاجين فعلا عدد كبير من الجماهير، عشان لو كان النادي الاهلي عايز يحسم من مباراه الذهاب، وده حقه ان يحسم من مباراه الذهاب، فبالتالي لازم يكون في جمهور. واحنا كلنا عارفين قيمه الجمهور. الجمهور هو اللاعب. مش هقول رقم واحد، لكن هقول رقم 12، ورقم 12 ده لا يقل عن رقم واحد. كلهم في نفس الاهميه. فبالتالي مهمه ان يكون في جماهير كتير جدا. مهم ان يكون في تشجيع مثالي، تشجيع جيد. واحنا يمكن، انا مش شايف ان حصلت التجارب اللي فاتت اللي حصل فيها جماهير، ما اعتقدش ان في مشكله يعني. مش شايف انها تجارب سيئه يعني. لا لا خالص. فبالتالي من حق الجمهور ان يحضر المباراه دي. يعني انا كلمت مع مسؤول اهلاوي وانا جاي في الطريق، بيقول لي ان هم دلوقتي كان في تواصل بين الكابتن محمود الخطيب ووزير الشباب والرياضه، انك انت وعدتنا ووعدت جماهير النادي الاهلي كلها لحد امبارح بالليل مع الاستاذ احمد موسى. قلت ان الدوله انك انت تتدخل لزياده الاعداد 20,000. فالناس كلها منتظره من معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي ان هو يوفي بوعده ويزيد الاعداد دي. ففي قال لي ممكن بكره يتم طرح 15,000 تاني. يا رب. يعني 15,000 برضه ب 35، يعني نبقى قربنا شويه 35 يعني. لكن باذن الله باذن الله نتمنى
ان على بكره باذن الله نصحى على خبر يعني جميل زياده نتمنى ان الجماهير تكون ال يعني. 20,000 دي دفعه اولى، مش ده نهائي. يعني اتمنى يكون دي دفعه تكون أولى. الدفعه الاولى. خاصه كمان ان النهارده فريق الوداد جاي بكره ان شاء الله على طياره خاصه. النهارده كان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي النهارده عمل اجتماع مع لعيبه الوداد قبل ما يغادروا المغرب، وقال لهم انكم انتوا بعد العوده من القاهره، هم هيرجعوا الماتش يوم 4، هيرجعوا المغرب يوم 5، قال لك من يوم 5 هنفتح لكم معسكر خاص للاعداد لمباراه الاياب. ووليد الكراكي اللي هو المدير الفني لمنتخب المغرب الحالي، المدرب العظيم اللي شرفنا بكاس العالم وكان مدير فني قبل كده للوداد، كلم لعيبه الوداد ورفع من عزيمتهم يعني، وقال لهم العبوا مباراه بروح مختلفه، وانتوا ابطال، وانتوا كسبتوا الاهلي قبل كده في النهائي، ما تقلقوش واحنا معاكم والمغرب كلها معاكم. فده كان دعم كويس جدا. ادي رئيس اتحاد الكره المغربي بيجتمع مع لعيبه الوداد، وادي المدير الفني للمنتخب المغربي بيحفز لعيبه الوداد، واحنا هنا ما فيش اي حاجه خالص. ما سمعناش عن رئيس اتحاد الكره عمل اجتماع مع لعيبه النادي الاهلي، ولا في رسائل دعم ولا بتاع. ده التهنئه حتى لما الاهلي بيتاهل بيبعتوها متاخر جدا يا عمرو يعني. الاهلي مش محتاج دعم يعني. الاهلي فريق قوي وقادر ومش محتاج دعم، وان شاء الله يعني يحقق نتيجه ايجابيه جدا تطمنه قبل مباراه العوده، مباراه الاياب في المغرب، وان شاء الله تكون مباراه القاهره يعني هي مباراه نص العبور باذن الله. يعني الاهلي يحط قدم او قدم ونص ان شاء الله من المباراه الاولى. طبعا انت عارف كان في اصلاحات في مركب محمد الخامس اللي استضيف مباراه الاياب. الاصلاحات خلاص تم يعني تم الاتهام الاصلاحات كلها، وهتكون الساعه كامله للجماهير المغربيه في مباراه الاياب، يعني مش اقل من يعني هم بيقول لك الساعه الرسميه هناك 48,000 50,000، لكن هيبقى الساعه الكامله في مركب محمد الخامس. يعني مركب محمد الخامس رغم منظره المرعب ده، لكن عدد جماهيره يعني مفيش اقل من استاد القاهره. فدي كانت الحاجه الاولى اللي بنتكلم عنها. عندك ايه تاني؟ لا عندي كتير يا عمرو. في كمان طبعا في الاحتفاليه اللي عملها النادي الاهلي بتاعت يوم الخميس الجاي، افتتاح المقر الرابع ليه في التجمع. النهارده النادي الاهلي بدا يبعث دعوات رسميه لكبار الشخصيات السياسيه والادبيه والفنيه والرياضيه طبعا في مصر. المفاجاه ان هو بعت لمين بقى يا عمرو بقى النهارده؟ لحسام وابراهيم حسن. ايه المفاجاه في كده؟ لا يعني حسام وابراهيم حسن ابناء النادي لا الاهلي يا عمرو، لا حقهم ان يحضروا. ايوه بالعكس لا ده حاجه كويسه، الناس سعيده بكده. طيب مش مفاجاه يعني دي. لا يعني ده طبيعي ان يبعت دول ابناء النادي الاهلي، خدموا النادي الاهلي، حسام وابراهيم يشرفوا اي مكان. لا بس هي حاجه كويسه يعني. حتى الجمهور يعني حاولت ان انا ارصد ردود افعال الجماهير مبسوطه جدا من دعوه حسام وابراهيم حسن، وقالوا ده شيء ايجابي. دعوه حسام وابراهيم كانوا قعدوا فتره سنين طويله ما بيخش النادي الاهلي الا قريب، يمكن من سنه او سنتين. هم الناس لا معنيهم ازاي؟ هم الناس يحبوا النادي الاهلي ما عندهمش ازاي معنيهم ازاي؟ لما حبوا يخشوا النادي الاهلي دخلوا ولعبوا مباراه كره خماسيه مع فريق الشمس في النادي الاهلي، ما كانش فيه ازمه خالص يعني. يوم ما قرروا يخشوا النادي الاهلي دخلوا، زي عصام الحضري لما يوم يعني. ايوه هم في مره من المرات كان في مباراه ايوه ماشي دخلوا، لكن مفيش مشكله لكن عايز ليه يعني؟ طب ايه يعني النادي يعني النهارده عندكم في النادي الاهلي بتدخل عادي؟ وعصام الحضري دخل في الانتخابات اللي فاتت. في الانتخابات يدي صوته ويمشي. ايوه لا وقعد لا خالص. انتوا صعبين قوي، انتوا بتعملوا بس من تحت لتحت خالص يا عمرو. بس كمان يعني من ضمن الناس اللي رموز كتيره جدا من رموز نادي الزمالك، رؤساء السابقين نادي الزمالك، معانا طبعا الشاب مرتضى منصور مش دعوه. ليه؟ ما اعرفش يعني، ده اللي سمعته يعني. ممكن ما يكونش موجود في وقت الاحتفاليه، انا مش عارف يعني. هو مختفي فتره، لكن هم بعتوا لرموز نادي الزمالك كابتن حلمي طولان وفي بعض الرموز يعني. هم في بعض الدعوات تم الكشف عنها، فمنهم كابتن حلمي طولان ومنهم رموز كثيره في نادي الزمالك، نجوم كثيره جدا محترمه النادي الاهلي بيقدرها وبيخليها تشارك في الاحتفاليه دي. شكرا لكم يا سيدي، احنا مبسوطين ان شاء الله، ونتمنى عمرو نشوفك ان شاء الله باذن الله في ان شاء الله. ما حدش بعت، انا ما بعتوليش، انا ببعت لك دعوه اهو. تعال شوف الهرم الرابع، احنا دلوقتي بنفتح الفرع الرابع يا عمرو يا سيدي. الفرع الرابع مبروك طبعا للنادي الاهلي ولاداره النادي الاهلي، لان طبعا اكيد مؤكد ده انجاز. ده يعني انك تعمل فرع رابع ده مؤكد، ده انجاز يحسب لمجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب. فطبعا انجاز كويس، عملوا اداء كويس، فتح كذا فرع في اكتر من مكان في مصر، دي حاجه كويسه جدا. عنده فرع في الشيخ زايد، عنده فرع في مدينه نصر،
وفرعه في التجمع بجانب الفرع الرئيسي او المكان الرئيسي اللي هو الجزيره، اهل الجزيره. طب يا عمرو، قبل ما التوفيق. نخش في القصه الثانيه، النهارده طبعا احنا قلنا اخر حاجه كانت ازمه التذاكر النهائي، وقلنا ان شاء الله باذن الله احتمال بكره ان شاء الله باذن الله يكون في انفراجه ويضخوا دفعه ثانيه تكون 15 20 الف تاني، نتمنى ده. برضو من اقل من نص ساعه مباراه الزمالك انتهت وكسب طلائع الجيش، لكن ما حدش مبسوط. ليه بقى يا عمرو؟ اولا مبروك لجمهور نادي الزمالك الفوز الجميل، الفوز العريض 2-0. هو صحيح جه في الدقيقه 89 وبلس 90 الهدفين، يعني الهدفين في نهايه المباراه، لكن دايما جمهور الزمالك عودنا ان بيحب المتعه. جمهور الزمالك هو جمهور الفن والهندسه، احنا بتوع الفن والهندسه يا جماعه، مش بتوع اكسب وجه. مش بتوع بطولات. ايوه احنا مش بتوع اكسب وجه. لا مش بتوع بطولات، اسمها لا احنا بتوع الفن والهندسه، مش بتوع بطولات. لا ازاي يعني؟ انتوا كده مش هتشاركوا دوري ابطال افريقيا. احنا حامل اللقب يا باشا، مش بتوع بطولات. خلاص بقى كل ده احنا حامل اللقب، كل ده ماضي. حامل اللقب ما زال، احنا حامل اللقب. كاس السوبر السعودي فقدت اللقب، كاس السوبر المصري فقدت اللقب، كاس مصر فقدت اللقب، دوري ابطال افريقيا طبعا ما لكمش فيها اصلا. كاس العالم للانديه بتشوفوها في البلاي ستيشن. الدوري قاعدين بقيتكم الدوري كويسين وما بقيتكم الدوري الاهلي يلعب ماتشين ويبقى حسب الدوري رسمي وانتهت القصه على كده. حامل اللقب لسنتين ورا بعض. دلوقتي طلع صوتهم ويقول لك اصل احنا ابطال. يا عم لسه حامل اللقب يا عم. 43 ل 12 مش هم عارفين ال 43 دول ايه يعني بيجوا ازاي. ايوه خليك بتاع امبارح كده، خليك عارف كده. انت شايف الفوز؟ لا الفوز بتاع النهارده ده يعني كده الزمالك، انت عارف ان بيراميدز لو كسب ماتشين الزمالك وصل للنقطه 50 بالفوز ده. بيراميدز 58 بيراميدز 58 وطبعا يعني بيراميدز لو وصل ل 64 تقريبا يبقى خلاص يبقى ما اعتقدش بالمستوى الاداء بتاع نادي الزمالك او بالمشاكل اللي موجوده في نادي الزمالك. خلينا نتكلم بصراحه، بمستوى المشاكل اللي موجوده في نادي الزمالك او بمستوى الازمات اللي كل يوم بنسمع عنها في نادي الزمالك، ما اعتقدش ان هيقدر ينافس على الدوري. خلاص الموضوع خلص من الدور الاول. موضوع ان ينافس حتى على المركز الثاني عشان يتاهل بس لافريقيا اعتقد بقى صعب جدا. وكاس صعب جدا. كاس العالم ايه كاس العالم؟ يعني كان الزمالك كده فقد فرصه انه يشارك كاس العالم 2025، فبالتالي مش هيشارك غير 2029. انا يعني جمهور الزمالك دايما بيحب يفكر في اللي في ايده، ما بيفكرش ليه يا عمرو؟ ازاي ده اللي في ايده؟ يعني ايه؟ احسن الفرقه، ارجع فرقتي زي ما كانت. يعني انت مش زعلان ان الزمالك هيقعد لحد 2029 ما يلعبش كاس عالم؟ يعني حظك كده او نصيبك كده، انت ما رتبتش لده فما وصلتش لده. ما هي المساله في النهايه دلوقتي كره القدم يا جماعه ادارات محترفه، المساله اداره محترفه. لازم يبقى عندك اداره محترفه. عشان كده انا مع علاء، مهم جدا 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 ان الكره تتحول شركات كوره. يا عمرو حرام عليك يا عمرو، الشركات ازاي يا عمرو؟ والجماهير يا عمرو، ده المحل لو هبط السنه دي مش هيبقى فيه غير. طب انا عايز اسالك سؤال، هو ينفع حال الكوره دلوقتي الانديه لا حد عارفها انديه كوره ولا انديه العاب تانية ولا انديه اجتماعيه ولا ما حدش عارف الحال ايه؟ الانديه اللي عندنا في مصر هي الانديه الوحيده اللي بالشكل ده. كل انديه العالم مملوكه الناس، مملوكه لحد، فبيصرف عليها وعارف هو هيكسب قد ايه. المساله طب الانديه الجماهيريه يا عمرو، المساله بقت صناعه. الانديه الشعبيه عمالين يعملوا كل حاجه، كل الانديه الشعبيه مديونه كلها بتهبط بسبب الديون. طب ايه؟ طب الحلول؟ لان النظام اللي عندنا نظام، انا من وجهه نظري نظام غلط. الانديه عندنا ماشيه هي مملوكه للدوله، وفي نفس الوقت مملوكه لجمعياتها العموميه، في نفس الوقت مجالس الاداره هي اللي بتعمل كل حاجه. الدنيا فيها عك. النظام ده مش موجود في العالم كله. العالم كله المتقدم، يعني انا بتكلم عن العالم المتقدم. العالم المتقدم كله الكوره عندهم صناعه، بتضخ فلوس وبتكسب فلوس. احنا بنسمع عن رجال اعمال كبيره جدا في دول عربيه او في مصر هنا بيشتروا انديه كبيره يا علاء ونجحوا نجاح باهر. النهارده مانشستر سيتي ده مين ملك مين؟ ملك اماراتي. ملك الشيخ منصور. ايوه مانشستر سيتي ملك الشيخ منصور ابن زايد. يعني رجل اعمال عربي هو مالك افضل نادي في العالم حاليا. فيا جماعه احنا عندنا فرصه ان نعمل التجربه دي زي ما العالم كله تقدم وبقت الكوره عندهم الرياضه بقت صناعه بيضخ فيها فلوس، بيستثمر، بيحط فلوس، لكن بتجيله فلوس اكتر
بيستثمر. لكن النظام اللي عندنا ده مش هينفع كتير. الانديه الشعبيه دي انا شايف ان لازم يتم يعني قانون الرياضه يتغير يا علاء، يسمح للانديه دي انها تبقى حد يملكها حتى 49% والنادي ليه مثلا 51%، بس المستثمرين العرب دول يشتروا الانديه دي ويضخوا لها فلوس وترجع تاني انديه قويه. النهارده من يوم الاحتراف اللي عمله الكابتن محمود الجوهري، اللبنه الاولى للاحتراف بعد 90 بعد كاس العالم 90، الانديه كلها كيرفها بينزل لان مفيش فلوس، لان واللعيبه بتاخد فلوس كتير جدا والانديه ما عندهاش فلوس تضخها. يا حيالله الاهلي والزمالك هم اللي يعني قادرين يصمدوا لان عندهم رعاه وعندهم جمهور كبير، لكن الانديه الثانيه فين؟ الاسماعيلي من بعد 90 فين؟ المستوى بينزل، المستوى بينزل معظم الانديه. فانا رايي ان رجال اعمال تشتري الانديه دي او تصرف عليها والمساله استثماريه تماما، مش مساله انا مثلا اهلاوي او زملكاوي عايز اشتري فلان، لا انا براهن كمستثمر على النادي الفلاني، هشتري له اللعيبه الفلانيه وهضخ كذا وهكسب كذا وهيجيب لي عائد كذا. يعني عايزين نحول المساله لصناعه زي ما العالم كله تحول الى صناعه. ده بالنسبه للانديه. طب عندك حاجه في الزمالك يعني؟ طب النهارده كمان الزمالك فوز النهارده، فوز معنوي، فوز مهم، فوز مهم ليه على وحكايه هروب سوري للصبح دي كل ما فيش الكلام ده. ايه طب ايه اشاعات على الزمالك. الزمالك يعني ارحموه من الاشاعات. المساله ان الراجل مقيم في فندق اوساريو، مقيم في فندق وخلصت مدته، النادي جاب له فيلا هيقعد فيها فانتقل. الناس قالت لك ده هرب من الفندق، خلاص ده هرب سافر بره، ده عنده عقد كلام كله يعني ما انزل الله به من سلطان. يا جماعه اهدوا على نادي الزمالك. عايزين الفتره الجايه اداره نادي الزمالك اللي هو مجلس الاداره الحالي ده يبدا يشتغل ويفكر. لان انا لا موجودين ليه ازاي؟ لا هو ما فيش غير ان المستشار مرتضى منصور هو اللي قال لك انا خلاص يعني يوسف وهدان استقام او يعني اسقط بين عضويته. طيب تقريبا ايوه بقيه المجلس موجود، مفيش رئيس ولا نائب. كابتن جمال عبد الحميد موجود، اللي هو علاء مقلد موجود، اللي هو علاء ناجي موجود، خالد لطيف موجود، كلهم يعني في ناس كتير ماشي. بس دعبس موجود، احمد مرتضى موجود. ايوه بس لحد دلوقتي مش فاهمين يعني المجلس ده يعني. طب هل هم خلاص عزلوا مرتضى؟ يعني هم ما لازم عشان خاطر هم يستمروا لازم يوافقوا على عزل مرتضى منصور؟ هم حضرتك ما وافقوش. خلاص وافقوا. مين قال موجود؟ الوزير طلع قال ان هم بعتوا جواب فخلاص. والمستشار مرتضى نفسه راجل طلع قال لك انا مش هرجع تاني لما ارجع بحكم. طب في حكم تاني النهارده بقى يا عمرو؟ ايه الحكم بتاع النهارده ده؟ لا ده حكم اول درجه ما فيش مشكله. يعني قضيه سب وقصف لكابتن محمود الخطيب ده حكم اول درجه، لسه في استئناف وفي معارضه استئنافيه، لسه في مشوار طويل. يعني الناس بتقعد تقول كلام على طول كل شويه قضيه وحبس قضيه وحبس كتير يعني. ما هو يعني دي بقى لها فتره طويله القضايا دي شغاله يعني متداوله. لكن في النهايه مجلس الاداره يجب ان يتكاتف مجلس اداره نادي الزمالك ويشتغل لمصلحه الكيان ويبدا يشتغل، لان انت بتعد الموسم جديد. الموسم ده خلاص انتهى بحلو وبمر تقريبا انتهى، فانت لازم تعد الموسم جديد. جمهور الزمالك مش هيقبل باي حال من الاحوال ان الموسم الجاي يبقى زي الموسم ده. طب فين الفلوس اللي هتجيبوا بيها؟ طب فين الصفقات اللي هيجيبوها؟ يعني الزمالك هيجيب مين وهيجيب من فلوس منين؟ يعني عايز اسال حضرتك سؤال. انا مجلس اداره منتخب اتصرف اجيب فلوس؟ امال انا منتخب ليه؟ لو انا ما اعرفش اجيب فلوس امال انا قاعد بعمل ايه؟ يعني مجلس الاداره، عشان كده بقول لك مجلس الاداره عليه ان يعمل اجتماعات مكثفه الفتره الجايه، اللي هو علاء مقلد واللي هو علاء ناجي وكل المجموعه دي، اقعدوا اعملوا اجتماعات مكثفه علشان انقاذ نادي الزمالك في الفتره الجايه. النهارده فتحت خلاص، الوزير عمل لهم حل لموضوع الحسابات المغلقه، عمل لهم حساب، عملوا حساب في البريد المصري وتم الموافقه على البريد. طب كويس، يبقى افتح حساب في البريد واشتغل. طب كويس، شوفوا شغلكم. ما انا بقول لك فموضوع الحجز هينتهي بان خلاص فتحت في البريد حساب وهتتداول من خلاله، وده مش عليه حجز وهيبقى مفتوح. خلاص اشتغلوا، فكروا في الموسم الجديد، فكروا في جماهيركم اللي محروق اعصابها. جمهور الزمالك جمهور مش قليل وجمهور في كل مكان. طب والاداء في الخليج الاداء الفني نفسه كمان ضعيف النهارده يعني. انا بتكلم بقى يعني عايز اتكلم، هو فوز النهارده زي ما انا قلت لك يا علاء، فوز معنوي مش اكتر. لكن اداء الزمالك انا شايف انه اداء غير راقي. مع كامل احترامي المدرب ما اعرفش مصر على طريقه لعب لا تتناسب مع الفريق.
ومع هذا مصر عليها ومكمل عليها. يا جماعه يعني اللجنه الفنيه الموجوده اللي فيها الكابتن ميدو والكابتن خالد الغندور والكابتن احمد عبد الحليم، كلهم اسماء كبيره يعني مش صغيره، يتكلموا مع المدرب طريقه اللعب لا تتناسب مع الزمالك. المسافات بعيده جدا ما بين اللعيبه. احنا بنشوف كنا فريق حرس، فريق الطلائع، فريق الطلائع يعني رقم 2 من ورا على الدوري، يعني هيهبط بيوصل كل 5 دقائق جول الزمالك وبيوصل بسهوله جدا كتيره جدا جدا. المسافات بعيده والخطوط بعيده. طريقه اللعب لا تناسب الزمالك. افضل طريقه من وجهه نظري علاء تناسب نادي او تناسب الفرقه المصريه 4-3-3 عشان تملى الملعب. 4-3-3 تملى الملعب، يبقى كل المساحات تقريبا بمشتقاتها طبعا، اللي هو بمشتقاتها في الدفاع وفي الهجوم طبعا. بس اقصد 4-3-3 بتبقى جميع المربعات تقريبا اللي في الملعب مليانه فيها لعيبه، فتقدر تدافع وتهاجم. لكن الثلاثه ورا دي لا تناسب الزمالك. طريقه صعبه جدا. المهاجمين بتوع طلائع الجيش هو نادي رقم 2 من تحت في الدوري، بيوصل كل 5 دقائق لجون الزمالك وبسهوله جدا. طب دلوقتي يا عمرو، انت كنت بتهاجم دوري ابطال افريقيا وبتقول الدوري المصري اقوى من دوري ابطال افريقيا، دلوقتي انتوا عاملين نغمه دلوقتي ان الدوري المصري ضعيف. ايه ده؟ عاملين دلوقتي نغمه ان الدوري المصري ضعيف ما فيهوش منافسه. طب انا اعمل لكم ايه يعني؟ لا، الدوري المصري مش ضعيف. امال ايه؟ بس المنافسه، انا هقول لحضرتك الدوري المصري مش ضعيف، في فرق قويه، في فرق كويسه جدا. هو فريق واحد كويس، فريق واحد اللي هو ياخد الدوري. ليه بيراميدز فريق وحش؟ فريق بيعمل ايه يعني ايه بيعمل ايه؟ انا بكلمك انت ليه بتخلط الامور؟ لا بس احنا احنا دلوقتي بنتكلم على الدوري. يبقى اتكلم على بيراميدز في الدوري. ما تتكلمش على بيراميدز في افريقيا ولا بيراميدز في الكاس ولا هو احنا بنتكلم على الدوري. الدوري فقط. الدوري. طب احنا لو اتكلمنا على الزمالك في افريقيا وزمالك في الدوري يبقى الزمالك فاشل هنا وفاشل هنا. انت هتقعد الله طب ما الاهلي لو اتكلمنا بمنطقك ده يبقى الاهلي السنه اللي فاتت واللي قبلها فاشل فاشل فاشل. أيوة كان فاشل في كل خسر 2 دوري وخسر كاس. الاهلي كان فاشل السنه اللي فاتت في الدوري لانه كان مركز. مفيش حاجه اسمها كده. بياخد دوري ابطال افريقيا بيروح كاس العالم للانديه. ايوه كان فاشل في الدوري. فاكر من كده اعتراف الاهلي كان فاشل في الدوري يا جماعه. الاهلي فاشل في الدوري. الاهلي كان فاشل في الدوري السنتين اللي فاتت لانه كان بياخد دوري ابطال افريقيا وبيروح كاس العالم للانديه. طب والسنه دي يعني مش هياخد دوري ابطال افريقيا؟ ان شاء الله هياخد الاثنين. امال ليه ناجح؟ بمنطقه ده ليه؟ لا عشان استفدنا من اخطائنا. بس يا عمرو اي حاجه وخلاص استفدنا اللي هي ايه اخطائكم اللي انا احب الكابتن خالد غندور بقاله حبه كده عمال يقارن بين الدوري المصري ودوريات العالم والمنافسه والدوري الالماني وشفتوا اخر لحظه بعيده. لا وشفتوا المنافسه الدوري الالماني الدوري اخر لحظه يا ناس ويبكي وكابتن جمال حميد ازاي شفتوا دوريات العالم شفتوا الدوري السعودي. بقول لك كابتن جمال طب هو ده كلامهم غلط؟ انا بسالك سؤال، ده كلام غلط؟ يعني هم طب اقول لك كابتن جمال حميد وكابتن خالد غندور الدوري الاسباني بيسلم عليكم. الدوري الاسباني بيسلم عليكم. برشلونه واخد الدوري بفرق 14 نقطه على ريال مدريد. 14 نقطه الدوري الاسباني. لا يعني طب ما فين المنافسه؟ وقبل الدوري الاسباني حد بيسمع عنه؟ لا انت بتسمع عن ماتشاته؟ انت تعرف ماتشات الدوري الاسباني غير برشلونه وريال مدريد؟ الماتش الوحيد اللي بيناه لاهتمام الناس. باقي الماتشات فين؟ 5 دوريات الكبرى في العالم ايه؟ الدوري الانجليزي الدوري الاسباني الدوري الالماني الدوري الايطالي الدوري الفرنسي. بلاش برشلونه عشان بديكم برشلونه اللي هو اخر الدوري. لا بس عشان بس اصل الكابتن انت بتقول حاجه مالهاش علاقه ببعض. خالد غندور والكابتن جمال حميد عمالين يبكونا يعني الكابتن جمال حميد ليه لا جمال حميد يعني هيعيط الدوري الالماني الدوري السعودي. طب ما تشوف الدوري الاسباني ما برشلونه توب بطل رسمي وكان فيه 14 نقطه على ريال مدريد. بلاها الدوري الاسباني كوخ الدوري الاسباني. الدوري اللي طلع بره يا كابتن جمال نابولي خد الدوري بفرق 16 نقطة عن لاتسيو. هل ده 16 نقطة ده معناه الدوري كمان الايطالي فاشل؟ الدوري الايطالي فاشل. جنوب افريقيا اخبارها ايه يا كابتن جمال؟ مين حفظك الكلمتين؟ لا مش حافظها. مين اللي حفظك؟ لا انا بتابع. طب استنى بس بلا سان داونز واخد الدوري 70 نقطة 70 نقطة. سان داونز الاول خد الدوري 70 نقطة، الثاني اورلاندو بيراتس كام؟ 54 نقطة. شفت الفرق قد ايه في النقط؟ ورغم ذلك برضه يقعد يقول لك مش طب خلصت كلامك؟ ايه جاب القلعه للبحر؟ يا عم ايه مش انت حاجه غريبه. احنا بنتكلم، هو بيتكلم الراجل في موضوع محدد. انت محروم ليه طبعا وانت جمال حميد؟ مالهاش دعوه بجمال بدافع عن منطق ماليش دعوه. لا منطق ايه؟ يعني انت جايب لي الدوري السعودي مش منطقي. بتبكي لي على الدوري السعودي. الدوري السعودي اخر محطه. ما تقول الدوري الاسباني. الدوري السعودي احسن من الدوري المصري، تختلف في ده؟
انا بسالك سؤال تختلف. لا ما اختلفش. انا بختلف بس لا بس حكايه ان فريق يفوز امال انت بالدوري بتتكلم في ايه؟ ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. انت تختلف ان الدوري الانجليزي احسن من الدوري المصري ولا الدوري المصري احسن؟ لا الدوري الانجليزي احسن دوري في العالم. طب الدوري الايطالي احسن ولا الدوري المصري؟ الدوري المصري احسن من الدوري الايطالي؟ في منافسه. عندكم انتوا عندكم ممكن اي حاجه اصلا. مش نقول بيراميدز لا حول ولا قوه، احنا بنكلم ناس يا عم ما لهمش علاقه بالرياضه. يعني انا بس عايز اقول لهم بس يا اخوانا بلاش يا كابتن جمال وكابتن خالد لما تحبوا تقارنوا. ايه علاقه ده؟ لا بتقارن ما ينفعش السنه اللي فاتت يا كابتن خالد غندور تقول الدوري المصري اقوى من دوري ابطال افريقيا، والسنه دي تقول الدوري المصري دوري ضعيف ومفيش منافسه. علاقه بدي على يا عم ارجع انت انا على فكره متفق معاه في الكلام. ايوه طبعا ما تتفق. بكمل لك كاس الرابطه احسن من الدوري الاسباني يا بس. ارتاح يا عم اللي خرجتوا منه انتوا. ثانيه واحده بس. انت لما تقارن الدوري المصري بالدوريات الاوروبيه، لا الدوريات الاوروبيه اقوى ازاي؟ حد يختلف في ده؟ يعني لما فريق ياخد الدوري قبل نهايته بخمس احنا بنتكلم على القوه والضعف، ما بنتكلمش على مين خد. هو طب مين خد ولا مين خد؟ وايه ضعف الدوري المصري؟ طب ما بنفس المنطق ايه ضعف الدوري المصري؟ الدوري المصري مستواه زي الكره المصريه، بلاش الدوري المصري، الكره المصريه هتشبهها بالكره الايطاليه؟ هتشبهها بالكره يا عم ده استثمار وجماهيريه وبتاع، انت محروم من الجمهور. انت لو عندك جمهور مالي الملعب زي على حاجه ثانيه. في الملعب المستوى فرق. لا بس لا المستوى عندنا كويس. لا المستوى عندنا لا فرق مستوى. لا عندنا لعيب كويس، عندنا لعيب كويسه يا راجل. طارق حامد راح اتحاد جده هيلعب كاس عالم وما لعبش كاس عالم مع الزمالك. احنا ثانيه ايه علاقه ده لا انا بقول لك بقول لك من الشارع. والله انا بقول لك بس لا بقول لك الدوري السعودي انه قوي يعني. انا بس اسالك سؤال، اتفضل. تختلف ان الدوري السعودي افضل من الدوري المصري؟ لا طبعا افضل طبعا، لانه فيه فلوس وفيه جماهيريه. الدوري المصري طيب خلي كل ماتش في الدوري المصري فيه 50,000 و60,000 هتشوف الدوري المصري يبقى شكله ازاي والله العظيم. بس انا عايز اقول لا مش جمهور بس يا علاء، لا جماهير جمهور مهم جدا. لا مش جمهور فقط. بص الدوري السعودي اللي انبهر بيه كل ده عشان خاطر موضوع الجمهور مع موضوع الملاعب وكده. مع كامل احترامي الدوري المصري، لا نادي بيقبض 2 مليون جنيه ونادي بيقبض مليار. انت عايز تفهمني ابو 2 مليون جنيه بينافس ابو مليار؟ ينافسوا ازاي يعني؟ يا عم ارحمونا. عربيه بورش وعربيه 128 يساووا بعض. يعني انتوا بتقولوا الدوري المصري ضعيف عشان خاطر المنافسه مش موجوده. اقول لك برشلونه خد الدوري بفرق 14 نقطه على ريال مدريد، تقول لي ايه علاقه ايه الدوري الاسباني دوري ضعيف؟ اقول لك نابولي خد الدوري بفرق 16 نقطه عن الاهلاويه. عندهم حته لا انتوا عندهم حته يا عم انتوا سوقوا على بعض، سوقوا على بعض شويه. انتوا سوقوا على بعض. السنه اللي فاتت علاقه ده بده. السنه اللي فاتت كابتن خالد غندور يقول لك الدوري المصري احسن من دوري ابطال افريقيا. السنه دي الدوري المصري دوري ضعيف. لغايه دلوقتي بنقول احسن برضه. لا يا اخوانا حتى لحظتنا كاس الرابطه احسن من البوندسليجا. كاس مصر بمنطقكم انتوا. مين قال منطقنا؟ مين قال دوري ابطال افريقيا مش عاجبكم؟ يا جماعه الجماعه دول بيجيبوا القلعه جنب البحر. يا ابني برد على يا ابني بكلمك سؤال الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبرى اللي انت قلت عليها، ما هو الانجليزي الاسباني، بقول لك شكل المنافسه فيها ازاي مش عارف. انا بسالك سؤال، دول تشبههم بالدوري المصري؟ ماله الدوري المصري يساويهم؟ يا عم هات جمهور وهات تصوير. ايه علاقه الجمهور بالموضوع؟ بنتكلم الدوري الايطالي زي الدوري يا عم احنا انبهرنا كله بالدوري ايه يا عم ده؟ بالحضور الجماهيري بالاخراج بالتصوير وده كله ايه علاقه ده؟ بتكلم على مستوى الدوري الايطالي ولا الالماني ولا الاسباني ولا الفرنسي ولا الدوري الانجليزي تشبهه بالدوري المصري؟ ده الدوري السعودي مش قادرين نشبهه. يا عم ايام ما كان في افضل من الدوري المصري. ايام قبل الاحداث 25 يناير مش عارف يتكلم بيقول اي حاجه. لما كان في جمهور انا بقول له ضخ فلوس يا سيدي ماشي. هو اللي الصناعه اللي هنا اساس الصناعه يا سيدي فاضل. قبل احداث 25 يناير كان الدوري المصري هو رقم واحد في الوطن العربي. نقعد نغني بالماضي بقى. مش بنغني، احنا بتوع الاهرام والحضاره. لما كان ديربي الاهلي والزمالك ده كان الثالث على العالم. ديربي الاهلي والزمالك كان الثالث على العالم في الاهتمام. احنا بنتكلم. طيب انا بقول لك هات جمهور، حط جمهور وحط تصوير وحط ملاعب، هتلاقي الدوري المصري مختلف. يا عم ما تحطش فلوس يا عم، حط فلوس. احنا لعيبه كويسين اصلا. الحاجات دي هتعملها ازاي؟ ما تعمل استثمار. ما سهل البق، ما انا اقول بالبق حط كذا وحط كذا، احطهم ازاي؟ اعمل ازاي ده؟ مش عايز منظومه رياضيه متكامله تعمل الكلام ده ولا كده يلا نعمل فلوس يلا نعملها ازاي؟ يا عم مش كده، منظومه يا جماعه. طب منظومه متكامله يا جماعه. ما الدوري المصري ده اللي انتوا بتقولوا عليه وحش، السنه اللي فاتت كنتوا مخلينه احسن من دوري ابطال افريقيا. ما هو احسن لغايه دلوقتي رغم الدوري المصري وحش جدا بالنسبه للدوريات دي، نسبه بالنسبه للدوري الايطالي والاسباني والالماني والانجليزي. خلينا الدوري المصري وحش
لكن لما اجي اقارن دوري ابطال لما يجي الاهلي ياخده بدري اللي ما شفتش ماتش في عدل لغايه النهارده، لما قارنه بدوري المصري، لا الدوري يا راجل ماتشات نابولي يا راجل انا بقول لك اهو الدوري المصري الضعيف اللي ما فيهوش ضغط اقوى من دوري ابطال افريقيا. ما شفتش ماتش في ابطال افريقيا الا بتاع الخمسه. ايوه انت تتفرج عليه ليه؟ بتاع الخمسه تتفرج عليه ليه؟ في فرقه تتغلب 10-0 يا راجل، يا راجل حرام عليك. في فرقه والله حرام عليك. ابطال افريقيا مغلوبين 10-0. ابطال افريقيا مين؟ بلغت ان شاء الله تبقى ابطال افريقيا يا مش عارف ربنا مغلوبين 10-0 ويقول لي ويقول لك دوري ابطال افريقيا قوي جدا. لا فعلا قوي جدا. عمرو ابو 10 بيقول لك قوي جدا. بص عمرو فرحان ان في فرقه كسبت الاهلي 5 وهو شايل من الاهلي 5 يعني باي منطق. طب يا عم ده انت واخد 5-3 مني. طب ما انت شايف واخد 6-0 مرتين. 6-0 مرتين. عارف الكلام ده فين؟ على هرم خوفو. اطلعوا على هرم خوفو. اللاعب في مره السابق التاريخ ومره يعني عايز اسالك سؤال. 6-1 دي التاريخ بمزاجك وما تستدعوش يا عم 6-1 دي كانت لسه امبارح. امبارح فين؟ امبارح بالليل. ده الماتش بيتعدى لحد دلوقتي. لا حول ولا قوه والله العظيم. انت مش فاكر مين اللي لعب فيها يا راجل؟ اقول لك التشكيل كله؟ قول لي كده. والله العظيم عصام الحضري، محمد عماره، اقول لك تشكيل الاهلي كله، حسام غالي. لا تشكيل الزمالك عمال في تشكيل الاهلي. الزمالك مين؟ الزمالك كله كان بيلعب دفاع. استنى محمد عبد المنصف اللي طب انت شكلك ما شفتش المباراه. انا كنت في الملعب يوميها. محمد عبد المنصف، مدحت عبد الهادي، بشير التبعي، طبعا عبد الشير طبعا. عندك كان مين تاني؟ عندك كان حازم امام وابراهيم حسن وحسام حسن والواد رضا سيكا. رضا سيكا كان موجود، كان اول ماتش ليه مع الزمالك. ومين تاني؟ اديني قلت لك 9 من الزمالك. تمام. احنا كسبناكم 6-0 مرتين، 0 على الزيرو على الجنب مرتين. الملك فاروق ادى التاج الملكي للزمالك يعني اول ما اتلسعتوا 6-0 قال لك انا النادي بتاعي هو النادي ده 6-0 يعني واخدين 6-0 مرتين. نعمل لهم دي برديات يا جماعه. دي ده حواس. يا جماعه احنا حواس يطلع يقول لك الملك مينا كان مش عارف ايه. انا بكلمك على حاجه كانت امبارح زي حواس على فكره يعني كامل احترامي ليه بيقعد يتكلم كلام في البتاع يقول لك مش عارف مين كان اهلاوي ومش عارف مين كان زملكاوي. احسن من فزاع. راجل بصراحه يعني زي فزاع ده اللي طالع لي اليومين دول، واحد مش لاقي حاجه يعملها، عنده وقت فراغ، قال لك عايز العب دور بطوله. اي حد يتكلم مش لاقي دور بطوله في السينما، عايز يلعبها في الرياضه. يا عم فزاع ولا الفنان هشام اسماعيل، يا عم خليك في الفن، افهم في الفن الاول وبعد كده كلمنا. يا عم انت امال الرعايه ده واحد بيتكلم عن الرعايه. فنان محترم جدا يا سيدي، حد قال لك مش كل الناس بتحبه يا عم بنحبه. ثالثا بيتكلم في الرياضه احسن من الفنانين الاهلاويه اللي بيتكلموا في الرياضه ويقول لك اصل انا ما بشجعش كوره بس انا ده واحد بيقول لك حقوق الرعايه. يا عم طبعا المصري يا عم دور حقوق الرعايه في الفن. واحمد المصري. طب يا سيدي ثواني هو بياخد زي احمد مكي؟ مين احمد مكي؟ احمد مكي فنان محترم. طب بياخد قده في الكبير قوي؟ ايه علاقه ياخد قده؟ الله يا عم شيل اسمه تناسق. ده واحد عايز الرعايه والتسويق يكون بالعدل. يا عم لما يكون في الفن ازاي يعني بالعدل؟ يعني هتجيب لي الاهلي اللي بيروح كاس العالم دول شربين ميه واحده كل يوم جمعه. يا جماعه ثانيه واحده، فريق بيروح كاس العالم كل يوم جمعه، عايز تقارنوا فريق بيلعب كاس العالم. طب ممكن ثانيه واحده اسالك سؤال؟ طب يا كابتن الرعايه بتتوزع ازاي في الدوري الانجليزي؟ يا حاج فزاع يا عم فزاع لما تاخد قد احمد مكي وعادل امام والناس دي تعالى كلمتين حافظينهم. يا عم مش حافظينهم، نزلوا النهارده على النت يا عم مش حافظينهم والله العظيم. كل الاهلاويه طالعين يقولوا نفس البق. لا والله العظيم يا عم اتكلم انت عن الرعايه والتسويق في الفن الاول بعد كده بكلمك في الرياضه. ايه علاقتكم ده بالفن؟ يا سيدي الرعايه في الفن فيلم بيعملوا بيتفق عليه بياخد مبلغ كذا. عامل فيلم لكن احنا بنتكلم عن الرياضه. يا عم انا ما بتكلمش في الفن. طب اسالك سؤال بس. هشام اسماعيل الله يخليك شجع الزمالك في صمت، مالكش دعوه انت بالحاجات دي، ما تدخلش نفسك في حزب البرما. هتفرض عليك رد مش هيعجبك. يا عم افهم الاول انت مالك ومال الراجل. يا عم ما انتوا غايظكم حارقكم ليه؟ عشان قال كلمه صح حارقكم. كلمه صح ايه؟ هو فزاع بيحرق انا عارف. فزاع بيحرق ايه بس؟ معلش يا اخي بس في الناس بس فزعت دلوقتي وانا كلمتك دلوقتي ولا انت اللي بتقول لي والله فزعت حواس ومزاح حواس. عايز اسالك سؤال الدوري الانجليزي العوائد بتاعته بتتوزع ازاي؟ مش عارف، قول انت يا حلو. بتوزع بترتيب الانديه، يعني الاول في الدوري الانجليزي او الثاني ما بياخدش زي السادس، ما بياخدش زي السابع. بتتوزع عوائد. طيب وبعدين ليه في الدوري المصري واحد بس اللي ياخد كل العوائد والباقيين ده يبقى فزاع وحش؟ يا عم العوائد ايه؟ مش شركات رعايه وتاخد زي عادل امام ولا مش هتاخد زي عادل امام؟ ايه يا عم علاقه ده بده؟ ايه علاقه ده يا اخوانا عشان يا جماعه دول مش بالصوت والله، مش بالصوت يا اخوانا، مش بالصوت. دي شركات رعايه، شركات بتروح ترعى الانديه.
حد بيقول للشركات ضرب على الانديه اللي ما تروحش ما للزمالك؟ بنقولش الشركات تلعب الانديه، احنا يا عم احنا بنتكلم الدوري. يا انت عم بتتكلم في حاجه ثانيه خالص. يا عم انا بتكلم اللي يرعى الانديه ده هو حر، احنا ما بنتكلمش عليه. ايوه انت عايز كام برزنتيشن يعني؟ يا جدع ما تتكلمش على انا. ما انت مين اللي بيوزع حقوق الرعايه، بيوزع حقوق في مصر؟ مين اللي بيوزعها؟ يعني الاهلي كل راس ماله في الرعايه، كل شركات عالميه بتروح للنادي الاهلي، حد ضرب عليه ده ما تروحش للزمالك؟ ايه الشركات العالميه دي؟ انا مش عارف، عمري ما شفت شركه عالميه كل الشركات مش عاجبك بنك ابو ظبي؟ هو شركه عالميه بقى طبعا ده بنك عالمي. بنك ابو ظبي بقى شركه يا عالميه راجل ده اللي بيلبسوا فلته يا عم اعتمد احترام لبنك ابو ظبي طبعا بنك. انت عشان ما عندكش حساب هناك بس يعني عاجبك؟ يعني انا مش فاهم عالمي امتى عشان ما عندكش حساب هناك، عشان ما عندكش حساب في البنك، خليهم يفتحوا لك حساب. وشركه مش عايز اقول بس اسماء الشركات، بس في شركه ديانات عالميه، شركه ديانات عالميه، شركه عقارات عالميه، عالميه. ايوه والله العظيم كلها يا ابني عالميه. يا عم انت النادي الاهلي ده ما حدش يعرفه بره مصر، هو مشهور في مصر فقط، بره حدود مصر ما حدش يعرف النادي الاهلي. ده انت لو رحت السعوديه والكويت والامارات ما حدش يعرف النادي الاهلي، كله زمالك. ايوه عشان كده شركات الرعايه زمالك فقط الخليجيه بتيجي النادي الاهلي، ما حدش يعرفه والله، زمالك فقط ما حدش يعرفه. سموا 28 نادي باسم النادي الاهلي اللي ما حدش يعرفه. الشركات الخليج كلها يا راجل ده لا قبل ما تكتب الكلمه وتصدقها سنه واحده بس، السنه السعوديه 28 نادي باسم الاهلي. ايوه طبعا. هو انت فاكر ان اسمه الاهلي يبقى على كده البنك الاهلي اللي هو اقدم من النادي الاهلي سموه على النادي الاهلي كده بطريقتك؟ لا ما هي كده، ده هم اللي ما هو اسمه البنك الاهلي يا عم، وهو اقدم من النادي الاهلي. يا عم تسمى على النادي الاهلي. الامير عبد الله كلمه الاهلي دي كلمه بتتسمى في الامير عبد الله فيصل قال لك سميت النادي الاهلي تيمون بالاهلي المصري. اهل ابو عريج الراجل رئيس النادي في قال لك انا سميت النادي الاهلي تيمون بالاهلي المصري. مين اللي قال اي حاجه وخلاص؟ اهلي دي كلمه يعني الاهلي موجوده في اي مكان في العالم. 28 نادي باسم النادي الاهلي، ما فيش نادي واحد ربنا اسمه زمالك. مين اللي قال غير زمالك اللين ده بتاع كفر الشيخ ده؟ اللين ايه علاقه يا انتوا؟ يا عم ده فكره على يا عم انت اولا الزمالك الوصل اسمه الزمالك، الوصل اسمه الوصل الزمالك يا عم، الوصل اغنيه ام كلثوم يا عم. والله انتوا بص الاهلاويه حافظين مش فاهمين يعني البنك الاهلي اقدم منكم. يعني اذا كلهم اسمهم البنك الاهلي جايبين الاهلي من كلمه البنك الاهلي. ايوه معناها كده. ايوه انت مش انت النادي الاهلي انشئ سنه كام؟ 1907. البنك الاهلي انشئ سنه كام؟ 1908. ضعيف في التاريخ بكل اسف. ماشي يا عم. انت كده عموما هارد لك للنادي الاهلي اللي 28 اكمل. طيب اللي 28 نادي باسمه وطلعوا مش باسمه خرافه كالعاده. وطبعا القطيع هيصدق وهيجري يقول لك عندنا 28. والله العظيم انا الحلقه الجايه اجي لكم صوت وصوره رؤساء الانديه دول ليه تسمى. هات لنا بلاش كده يا سيدي. لو اي حد دخل دلوقتي وكان سر تسميه اهل جده هيقول لك ليه تسمى اهل جده. خش على اهل الليبي هيقول لك ليه تسمى الاهلي الليبي. كل الانديه اهل الليبي ما تسمع اسم النادي الاهلي بتاعنا يا بيه. كلمه الاهلي دي موجوده في اي حته في الدنيا. اهلي اللي هو وطني يعني. ايه علاقته ده؟ مسمى يبقى موجود في اي مكان. عارفين البنك الاهلي اتسمى باسمكم، هو اقدم منكم صح؟ اللي هو المتوكل يوم ما فازت بالمدينه الذهبيه في اغسطس 84 كل الشعب المغربي اللي جاب بنت في الشهر ده سمى بنته نوال. ليه بقى؟ لا انا بقول لك يعني نوال متوكل يا عم. توكل يعني تيمنا بالبقره يا عم. بقول لك يعني لما يكون حاجه حلوه الناس بتسمى على اسمها. يا سلام الله. خلاص يبقى زي كل يوم بيسموا عمرو دلوقتي يعني عمرو يعني اي واحد متجوز مفيش حاجه اسمها كده. مفيش الكلام ده. انت بتقول خرافات وبتحولها خرافات يا عمرو. بقول لك حقيقه انت مش هتصدقها. انت مش هتصدقها. العقل اللي يصدق بتصدق ازاي؟ يا عم الدوري المصري ضعيف. اقول لهم برشلونه خد الدوري بفرق 14 نقطه عن ده مبرر ان الدوري الاسباني كان ضعيف عايز تقول. لا ما انا بنفس منطقكم. مش انتوا بتقولوا ضعيف عشان مفيش منافسه. احنا بنقول ضعيف لانه مستواه. اقول لك الدوري الايطالي واحد من الدوري الخمسه الكبرى. نابولي واخد الدوري فرق 16 نقطه. بلاش اول جنوب افريقيا يا عم. حافظ ايه بس؟ يا عم انت قلتهم من شويه هتقول لهم تاني. انا بقول لك الضعف. انا رديت عليك قلت لك ان الكره المصريه تختلف عن الدوريات العالميه. مش كنتوا مسكين في الدوري الالماني وعيطوا. ايه علاقه الدوري الالماني؟ مش انتوا احنا فرحانين بالدوري ان بنقول لكم المنافسه لغايه اخر لحظه كانت في الدوري الالماني. كان بايرن ميونخ بعيد عن المنافسه دخل وخد البطوله. بعيد ازاي؟ حاجه حلوه. هي دي الرياضه. هي دي المنافسه اللي احنا بنتكلم عليها. على فكره اللي انتوا ما تعرفوهاش وما بتحبوهاش. انتوا بتوع الايه الاحتواء. وزي امبارح البلن بتاع الاحتواء. الخط المعوج والخط المعدول. اي حاجه وخلاص. على فكره يا اخوانا بايرن ميونخ خد الدوري المره 11 على التوالي. 11 على التوالي ولا في توجه دوله
ولا زملكه الاهلاويه في بايرن ميونخ ولا بايرن ميونخ. انتوا اللي كنتوا بتقولوا لا. السنه اللي فاتت زملكه يا عم انتوا اللي قلتوا الكلام ده. يا سيدي انتوا الاهلي ما بياخد دوري 5 مرات. الدوله ادي بايرن ميونخ واخد دوري 11 مره على التوالي. ما حدش اتكلم ليه؟ باريس سان جيرمان هياخد 20 طالما بياخدوا عن حق ما ياخدوا. امال اللي بياخد ازاي؟ بيكسبكم رايح جاي. هيعمل ايه؟ بتنافس يا عم انتوا خدتوا الدوري سنتين ما كسبتوناش. خدتوا دوري سنتين ما كسبتوناش فيها. علاقه الموضوع يعني مش جداره. طب كسبناكم في الكاس في نهائي الكاس وخدنا الكاس ولا برضه مش واخدين بالكم. مفاجآت يا عمرو، دي بطوله مفاجآت. بطوله مفاجآت صح، ما تتحسبش عشان بطوله مفاجآت. يا عم انتوا لا كاس الرابطه دلوقتي. الاهلاويه دول بيتكلموا عن حاجه ما حدش فاهمها غيرهم هم بس. يا عمرو مش قول على الموضوع الاخير. الموضوع الاخير ايه؟ الموضوع الاخير عندك. لا عندي موضوعات كتيره. عايز اتكلم على امبارح التحكيم شفت اطول مباراه في التاريخ دي. ايه على التحكيم اكتر من الخط اللي اتعود بس مش بلاحظ والهدف اللي كل مصر شافته والله زمان اللي قاعد جنب الكوره شايفه رافع ويرجع الفار يرجعه جول. طب وانت خبرات التحكيم مش عاجبينك ولا واحد؟ لا انا عايز اتكلم. طب خبرات التحكيم. طب خبرات التحكيم. لا ما خلاص انا هتكلم في ايوه بقول خبرات التحكيم. ثانيه واحده بس هتكلم في موضوع ثاني. لو فيش واحد اختلف عليها نقول. وسمير عثمان ده مش واحد. سمير عثمان قال لك الخط ظلم، اللي رسم الخط رسمه غلط عشان كده مش باينه. يعني لا لكن جهاد جريشه قال ده اللي رسم الخط رسمه غلط عشان كده مش باينه. يعني معناها ايه ضمنيا؟ لكن ضمنيا بعد الكلام ده ضمنيا قال لك ضمنيا الهدف صحيح. ضمنيا الهدف صحيح. الخط غلط والهدف صحيح. الشناوي قال ايه؟ ما اعرفش ازاي. المهم مش موضوعنا. الشناوي ده راجل على الله حكايته. انت مش ملاحظ بالفرق ان اطول مباراه في التاريخ جت اطول شهر في التاريخ؟ ثانيه واحده بس الناس كلها في مصر بتتكلم عن شهر يناير. اطول مباراه في التاريخ فاطول شهر في التاريخ شهر مايو. انبي وفيوتشر. ايوه ماشي. مباراه عجيبه، مباراه يا عم تدخل موسوعه جينيس للالقاب القياسيه. على بكره المباراه بدات يوم وقعدت لثاني يوم. على فكره بكره المتمم لشهر مايو، اطول شهر في التاريخ. اطول شهر. فاطول مباراه كانت في اطول شهر. طبعا. وشفت انبي وفيوتشر مباراه كانت غريبه جدا. مهزله تحكيميه اداريه كل حاجه تحكيميه بس يا عمرو. مش 25 دقيقه وقت بدل ضايع. حاجه جميله للدوري المصري. انا شايف انها مش تحكيميه بس، انا شايف ان دي المباراه دي كشفت كل عورات الكره المصريه، تحكيم واخراج واداره والدوري الهزيل وكل حاجه. في شوف اهو دلوقتي الدوري الهزيل يقول لي عورات، وبعدين يرجع دلوقتي يقول لك يا سيدي بقول لك عورات حصلت في المباراه. يعني ابسط حاجه لما الوضع يلعب ضربه ركنيه ماليش الرايه، ده دوري هزيل. يعني هنقول دوري مصر هزيل عشان مفيش رايه ركنيه. لكن دوري قوي ده تنظيم يا عم، زيه زي الدوري الانجليزي والدوري اللي التلفزيون باظت عشان الكابل ما كانش موجود. طب ده علاقته ايه بالمستوى الفني؟ يا عم احنا بنتكلم على بطوله وتنظيم بطوله شكل بطوله. والله الواحد صعبان عليه. وانتوا الرابع مش كده؟ احنا الرابع عن جداره، لكن انتوا الاول باوفسايدات. حلو الاول باهداف. ايوه طبعا. نفخر بالاداء الشريف، ده اللي نفخر بيه. لكن ما يهمناش نكسب بطوله واحنا مش جداره ليها. ده احنا ده الفرق بين الزمالك والاهلي. احنا بنشجع الزمالك عشان يكسب، انتوا بتشجعوا الاهلي عشان بيكسب. لا احنا ما بنشجعش الزمالك عشان بيكسب، احنا بنشجع الزمالك عشان يكسب. في فرق، في فلسفه. طبعا مش هتفهمها السنه الجايه. هتفهمها السنه الجايه خلاص. هتفضلوا طول عمركم تشجعوا عشان يكسب. ما انتوا هتفضلوا كده طول عمركم تشجعوا عشان يكسب، هو مش هيكسب. امال اي حد في الدنيا بتشجع الرياضه ليه؟ مش عشان يكسب. طب ماشي. طب انتوا بتفضلوا تشجعوا. ده مش منطق. النهارده ما عندهمش منطق. السنظل لو فيها النهارده اترفعت النهارده في المدرجات. طب يعني ايه المشكله؟ شعار كويس جدا. ايه مالها السنظل؟ انت عارف الحلقه اللي فاتت كنت بتتكلم عن الدوري السعودي وانت الدوري السعودي اقوى ولا الدوري المصري؟ ايه؟ الدوري السعودي اقوى ولا الدوري المصري؟ الدوري الليبي طبعا. اهلي بنغازي واهلي طرابلس طبعا. الدوري السعودي انت عرفت النهارده كانوا في تاكيدات على ان خلاص صفقه ميسي بطريقها. طبعا. الدوري السعودي بيجذب افضل لعيبه العالم. لما يبقى رونالدو نصر، ميسي رايح الهلال. طب انت عارف عقد ميسي بكام؟ التسريبات النهارده وصلت كام؟ 200 مليون دولار. لا 1 مليار و200 مليون دولار. مليار. لا راتبه 2 مليار. الصفقه هتكلف خزينه نادي الهلال السعودي مليار و200 مليون يورو. عارفين يعني كام؟ يعني 36 مليار جنيه مصري. 36 مليار جنيه مصري دي ميزانيه دول. يعني المليار ده ميزانيه دول. يعني شوف انت بتتكلم على ان لاعب واحد بس ثمنه 36 مليار جنيه بس مصري. الدوري المصري اقوى من طبعا طبعا. صح. موسمين هو موسمين. بس الدوري المصري اقوى من الدوري السعودي. صح يا عم الزمالك كسب الهلال السعودي والاهلي كسب الهلال السعودي.
مش الهلال السعودي ده عادي. احسن نادي. انت شفت الاهلي عامل ايه في الهلال السعودي في 14؟ بس ثانيه واحده بس، انك تكسب مباراه مش معنى ده انه لا ازاي يعني؟ يعني مش معنى ان الدوري ده افضل من لا ده. لا، انا شايف مش معنى كده. انا شايف ان الكره المصريه بخير. اي نعم المنظومه فيها مشاكل كتيره جدا، لكن انا والله العظيم يا عمرو يعني مش عايزين نكون قاسيين جدا. عندنا مواهب، انا مش عايز عندنا أبقى مواهب قاسي. طبعا كتيره جدا، عندنا مواهب كتيره جدا ولو اتيحت للدوري المصري ظروف النجاح اللي بتتاح للدوريات العربيه، مش زي الدوري السعودي. انا بس طالب بس والله العظيم لو 50,000 متفرج في ماتشات. مش هو ده بس. لا يا عمرو، الجمهور ده مهم لا لا، جدا، دي بس هو واحده من اهم الاسباب اللي هتخلي اللعيبه في الملعب. يا عمرو شفنا المحله اللي بيعانوا الهبوط لما كان في جمهور في ماتش الزمالك كان عاملين ماتش اسطوري. الاسوان لما لعب بجمهور قدام الزمالك عمل ماتش اسطوري. الاهلي لما لعب مع اسوان، يعني المباراه اللي فيها جماهيريه يا عمرو بيبقى فيها روح يعني. والروح ده هيجيب لك رعاه يا عمرو، الروح ده، لكن الرعاه ايه؟ هيجي لك من بره على دوري صامت يعني، ومهازل الفار ومهازل التصوير وبتاع كده. طب ايه رايك في رئيس لجنه الحكام البرتغالي اللي شاهد ما شافش حاجه ده؟ انا مش حاسس بيه خالص، انت حسيت بيه؟ كنا بننتقد وبنقول على كلاتنبرج، وكنا بنقول نختلف ونتفق معاه في قرارات. فين الراجل ده اصلا اللي مش عارفين ننتقده؟ حتى مش عارفين هو فين اصلا. ما بيتكلمش، ما بينطقش، ما بيعينش حكام. انا سمعت الكابتن جهاد جريشه في مداخله في احدى القنوات. انا عايز اقول لك صعب عليا جدا اللي بيحصل من اتحاد الكره المصري. لا، لابد ان اتحاد الكره يتدخل في موضوع الحكام. وكابتن عصام فتاح الراجل رئيس لجنه الحكام يا جماعه ما بيتكلمش، ما بيعينش الحكام، ما بيصوبش اخطاء. الحكمات اللي هم بتوع الكره النسائيه باعتين له بيقولوا له بعد اذن حضرتك عندنا مشاكل في التحكيم 1 2 3. قال لهم لو سمحتوا ابعتوا لي على الايميل، وبعد ما بعتوا له على الايميل رد عليهم قال لهم الموسم الجاي ان شاء الله. يعني مش عايز يحل. يعني اسف سؤال، يعني خطا فادح زي نادر امر الدوله، خطا فادح ده يعني ايه حول التحقيق؟ يعني ايه حول التحقيق؟ هيقول ايه في التحقيق يعني؟ هيقول ايه؟ ما احنا جريمه متكامله الاركان، هنقول ايه في حق مع واحد؟ ايه؟ واحد ارتكب جرم فادح، جرم حديث العالم كله. لا وكمان الفار رجعوا وبرضه حق معاه اعمل ايه؟ حق معاه اعمل ايه؟ انا امبارح بالصدفه البحته قابلت كابتن فهيم عمر في الاهرام. فهيم عمر فهيم عمر ده يا اخوانا اللي ما يعرفوش حكم دولي مصري سابق، وحكم كان ليه تاريخ كبير جدا في التحكيم المصري، وده يمكن اللي ادار مباراه الاهلي والمصري البورسعيدي بتاعت كارثه بورسعيد. امبارح قابلني قدام الاسانسير فابتسم لي ابتسامه ساخره، وانا ما كنتش فاهم بيضحك لي ليه كده. فبقول لي البقاء لله، بقول له فيا قال التحكيم المصري. فبقول له فيا يا كابتن، قال لي لا موضوع طويل، سلام وراح خد ده. فالجمله دي قالها لي قال البقاء لله. فبقول له في، فكرت هيقول لي خبر ان حد من زمايلنا توفى ولا في حاجه لا قدر الله. قال لي البقاء لله في التحكيم المصري، وسابني ومشي. بعديها على طول طلعت لقيت الكابتن عصام عبد الفتاح كان مع ابراهيم فايق في الراديو، قال يعني مظلمه كبيره جدا في التحكيم المصري، شفنا باقي الناس كلها. فواضح ان احنا شايفين بنفسنا في المباريات مهازل بتحصل في المباريات. فانا مش عارف انا مش عارف اتحاد الكوره هيقعد ساكت لامتى؟ لا، التحكيم بيدق ناقوس الخطر. مستنيين نشوف اتحاد الكوره هيعمل ايه في الملف ده، والسيد وزير الرياضه وهيعمل ايه في الملف ده، ونسمع الناس بتتكلم. ولا احنا بس لما نادي الاهلي يغيب عن مباراه السيد الوزير يروح له البيت ويشوف الحكايه وعايزه يشارك في المباراه. ما تشوف الكارثه اللي احنا فيها كان زي برشلونه بيسلم عليكم. هقول لك تاني ايه علاقه برشلونه بالموضوع؟ ما انت حافظ يا علاء؟ ايوه انا حافظ. حفظوك 5 6 حاجات جاي تقول لهم مش 6 حاجات 6. لا 6 دي بتاعتنا احنا. 6-1 احنا 6-0 مرتين. بص يا عمرو، طول ما في كل جريمه رياضيه في مصر. طب عايز اسالك سؤال. لا انا عايز انتوا بتوع بليله ولا مش بتوع بليله؟ مش انا اثبت لك انكم انتوا بتوع بليله؟ بص زي البرديات ان الشعار انتوا بتوع بليله طلع بيتكلموا على حاجات سارقينه مننا، يعني بيسرقوا شعاراتنا. غيبيات. يعني انا ممكن دلوقتي اقول لك مثلا ان لما المصريين كانوا بيطردوا الهكسوس كانوا بيقولوا انتوا بتوع بليله، ويعني احنا بنجري ورا الهكسوس، الفراعنه كانوا بيجروا ورا الهكسوس. ما تعملش كده، دي حركه الزمالك. لا ما انا بقول لك دي حركه الزمالك ما تعملهاش. لا ده شعارنا. يا انتوا فراعنه ما تقعدوش تلزقوا في شعاراتنا. فانا بقول لك تسرقوها، حتى دي عايزين تسرقوها. خدتوا البليله يا بتوع. لا ما انا بقول لك اصل انتوا بتتكلموا على برديات. يعني شعار المركز الثاني ده اللي هو كده، مش كده برضه؟ لا احنا شعارنا كده. لا دلوقتي مش كده، دلوقتي في الرابعه بجداره. شعاركم ايه؟ قول لي شعاركم ايه؟ النسر يا عمرو اللي بينقض على الفريسه. انا مش هقول لك النسر ده شعار ايه، بلاش اتكلم احسن. ايه يا عم خلاص بقى خلاص. اغلط. لا اغلط كمان في النسر كمان والله. خلي البغبغان. بص يا عمرو، انا كلمه كتير عايز اقولها، بس والله العظيم كلمه بجد. يعني طول ما كل جريمه في الرياضيه في مصر ترتكب ويتم حتى التحقيق، تعرف انه مفيش نتيجه.
انا بصراحه كل حاجه بتحصل في مصر غياب الثواب والعقاب في بالظبط الرياضه يعني المصريه بشكل عام، مش كل ما الكوره حاجه بس، تحصل يعني هيودينا في داهيه. يعني كل ما حاجه بتحصل في مصر واول ما اقرا حاله تشكيل لجنه تحقيق ببقى عارف ان خلاص القضيه الموضوع مات احسن، خلاص خلاص قتل. مات بحثا. وللاسف الشديد طول ما فيش يعني العداله الناجزه زي ما بيقولوا، لازم اي حد يغلط لازم يتعاقب في نفس الوقت. على الاقل خالص، على الاقل خالص بوصل رساله للناس ان في ثواب وعقاب. هو ما فيش ثواب لان ما عندناش حد بيتكافئ، لكن على الاقل يكون في عندنا عقاب. يا جماعه ارجوكم، من اول وزير معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي لحد رئيس اتحاد الكوره لحد رئيس لجنه الحكام، ارجوكم اللي ارتكب خطا بلاش تحولوا تحقيق، عاقبوه على طول. عندكم لوائح وعندكم قانون عقوبات، عاقبوه على طول. هل لديك اقوال اخرى عمرو؟ حبيبي، السلام شكرا. عليكم.